السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين نعمل مع بعض صينيه البطاطس في الفرن بصوابع الكفته. عايزه اقولك خليكي معايا كده لاخر الفيديو، شوفي الطريقه هتعجبك قوي. حاجه كده اقتصاديه كده وسهله وبسيطه، مش هتاخد في ايدك ولا الوقت ولا المجهود خالص. اول حاجه هنقول بسم الله، وهنجيب معانا بمعدل كيلو الا ربع من البطاطس وبصلتين كبار زي ما انت شايفه كده. هنقطع البطاطس الاول طرنشات، وهنقطع البصل كمان طرنشات زي ما انت شايفة كده اهو. ومعانا طبعا معلقة كبيرة من الثوم، ومعانا بمعدل ربع كيلو من الكفتة. اول حاجة كده خلاص احنا قطعنا البطاطس، وبنقطع في البصل اهو طرنشات كده. صلوا على النبي يا جماعة، عليه افضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة، عشان نفسي القناة تكبر بيكو، وان شاء الله تدعموني كده عشان يوصلكوا كل جديد. وكل حاجات احنا بنقدمها ان شاء الله تكون بتعجبكم. اول حاجة بقى كده هنجيب طبعا البايركس او الصينية اللي احنا هنعمل فيها صينية البطاطس، وهننزل بالبصل، وهننزل معاها بالثوم والبهارات بتاعتي اللي هي فلفل وملح وكزبرة ومكعب مرق وشوية 7 بهارات، وشعرة صغيرة جدا من جوز الطيب لو متوفر عندك. مش متوفرة عندك خلاص مش مشكلة. عايزة اقولك بتدي بس نكهة حلوة قوي لصينية البطاطس. وطبعا معلقتين كبار او 3 كده، مع 3 معالق كبار من الزيت. وهنبدأ بقى ندعك كل المكونات دي كده كلها ببعضها كده، هتدعكيها بايديكي كده علشان تخلي كده البصلة، تنزلي المية بتاعت البصلة كده مع التوابل. عايزه اقولك الخطوه دي بتخلي صينيه البطاطس طعمها حلو قوي، والله بجد، بتبقى ريحتها جايبه لاخر المكان. يعني الخطوه دي مهمه جدا في عمل صينيه البطاطس، ان انتي بتدعكي البصله كده بالملح بالفلفل بالمكعب المرق بالكزبره الناشفه بالسبع بهارات بشعرة جوز الطيب. عايزه اقولك بتخلي البطاطس طعمها حلو قوي. بعد ما خلصنا كده دعك البصلة، بننزل بقى عليها بالبطاطس. كمية البطاطس اللي احنا عملناها ده بمعدل كيلو الا ربع من البطاطس. بتنزلي بقى تقلبي بقى برضو تاني كده البصل بالبهارات كده بكله مع بعضه. بتكوني بقى طبعا جايبة معلقتين كده من الصلصة ومدوباهم في كوبايتين من المية. وبتنزلي بقى على صينية البطاطس كده، عشان طبعا مفيش شوربة فاحنا بنعمل الصلصة في المية. وبعد كده بننزل عليها كده زي ما انت شايفة بصلصة الطماطم. كده تمام. بنبدأ بقى نرص الكفتة بقى بتاعتنا من فوق الوش كده. طبعا بتكوني مسخنة الفرن كويس قوي، علشان طبعا انت هتدخليها الفرن على طول. بتنزلي بقى طبعا بالكفتة بتاعتك. طبعا الكفتة، طريقة الكفتة دي انا عاملاها يا بنات في القناة، حلوة قوي قوي بجد، هتنفعك طول شهر رمضان. شوفي الطريقة في الفيديو هتعجبك قوي، وهتوفر معاكي كمان. هنا بقى كانت الصينية خلاص كده خلصت. المفروض بقى ان انا هدخلها الفرن دلوقتي. انا طبعا مسخنة الفرن، هدخلها بقى على طول الفرن. بصوا بقى شكلها بعد ما طلعت، حاجة كده جميلة، وكانت ريحتها حلوة قوي قوي وطعمها حلو جدا. وعايزة اقولك بسيطة خالص ومفيهاش اي تكلفة خالص. طبعا بتعملي جنبيها بقى رز بشعرية او رز حباية وحباية. انا كان متوفر عندي الرز الحباية والحباية فقدمته معاها. بس عايزه اقولك طعمها البطاطس مستويه جدا. اولا البطاطس دي بطاطس صينيه يا بنات، يعني البطاطس بتاعه الصينيه مش بتاعه التحمير. فعايزه اقولك بتبقى ناعمه ودايبه دوب كده. بصي بقى هنا انا كنت كده بدوقها بقى معاكو، عايزه اقولك طعمها كان حلو جدا. طبعا مستنيه ان شاء الله تعليقاتكم، ومستنيه بقى اشتراكاتكم كمان في القناه عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب الفيديو بتاعي النهارده كده وصينيه البطاطس تكون عجبتكم.